السلام عليكم أعزائي المشاهدين وأهلا بكم معنا وهذا اللقاء الرياضي المتجدد. النهاردة حلقتنا عن السباحة وبالتحديد عن نادي التمساح واللي حقق نتائج جيدة في بطولة الجمهورية الأخيرة. هنلقي بالضوء على هذا الإنجاز اللي يكتب طبعا لمنطقة الإسماعيلية، ومعانا ومعاكم فقرتنا الثابتة عن أهم الأخبار الرياضية هنبدأها ولكن بعد الفاصل. بنبدأ أعزائي المشاهدين من استاد القاهرة. تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الأحد استاد القاهرة الدولي للوقوف على آخر المستجدات في عملية التطوير الشاملة التي تجرى فيه قبل شهرين فقط من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل. وأعلن الوزير جاهزية الاستاد قبل 15 مايو المقبل. إلى التنس أعزائي المشاهدين، وظهر مساء أمس السبت النجم الأسباني رافائيل نادال بمستوى متواضع خلال المباراة التي خسرها أمام الإيطالي فابيو فونتيني في نصف نهائي بطولة مونت كارلو للتنس للأساتذة ذات 1000 نقطة. من التنس إلى الكونغ فو، حيث أسفرت نتيجة مسابقة الدوري المصري للكونغ فو تحت 14 سنة عن فوز اللاعب أحمد هاني عبد المعز بالمركز الأول وحصوله على كأس مصر. ومن المعروف أن أحمد هاني مقيد بالصف السادس بمعهد القنطرة الشرق الابتدائي، وسبق أن فاز ببطولة الجمهورية في الكونغ فو. إلى كرة اليد أعزائي، حيث قام محمد عبد الرحيم مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية لرعاية الطلاب والمواد الثقافية بتكريم الطالبات الفائزات بالمركز الأول ببطولة الجمهورية لليد، وأيضا الطالبات الفائزات بالمركز الثاني ببطولة الجمهورية للكرة الطائرة. إلى شرم الشيخ والغطس، حيث يعقد القبطان ولاء حافظ غدا مؤتمرا صحفيا للحديث عن أطول سلسلة بشرية للغطس والتي تقام يوم 26 إبريل في شرم الشيخ ضمن احتفالات مصر بأعياد سيناء. السلسلة سيشارك فيها 40 غطاسا من أكثر من دولة، بالإضافة إلى 25 غطاسا من ذوي الاحتياجات الخاصة. انتهت أخبارنا الرياضية أعزائي المشاهدين. هنبدأ بالسباحة ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، نادي التمساح زي ما قلنا حقق نتيجة جيدة، حقق مركز أول في مرحلة 2006 في بطولة الجمهورية الأخيرة التي أقيمت باستاد القاهرة. بطولة السباحة بالزعانف مسافات قصيرة يمكن بيتميز بها هذا النادي وبيحقق دائما نتائج طيبة فيها. معنا ومعكم على الهواء مباشرة الكابتن عبد الله عبد الجليل المدير الفني لفريق نادي التمساح للسباحة. أهلا بيك. كابتن إسلام صيام يعقوب المدرب العام لفريق نادي التمساح. أهلا بيك.
معانا الابطال الفائزين بقى احمد وائل زكي، احمد تامر، عماد هشام، يوسف شعبان، اروى مروان، هنا حسن، وهايدي محمد فكري. اهلا بيكم والف مبروك لكم جميعا. هبدا بالكابتن عبد الله، وما تحققوا المركز الاول في بطوله زي دي. البطوله كان مشارك فيها انديه كبيره. طبعا الحمد لله كل الفرق المشاركه في الاتحاد الحمد لله كلها فرق كبيره، كلها انديه كبيره وليها تاريخ كبير. الحمد لله احنا فريق نادي التمساح يعتبر بقالنا 3 سنين بادئين فعلي مشاركات، بدأنا في بطولة المنطقة. بعد كده الحمد لله حققنا نتائج كويسة في بطولة المنطقة. كان التارجت بتاعنا دايما في بطولات الجمهورية كنادي لسه جديد ان احنا بنقرب في المراكز، في 20 مركز اللي في الاول، بعد كده في 10 مراكز. يعني خدنا الموضوع ستيب باي ستيب، زحفتوا واحده واحده كده. الحمد لله الحمد لله لحد ما وصلنا ان احنا في البطولة الأخيرة كان عندنا مركز أول مرحلة 13 سنة. كان عندنا كاس احسن سباح مرحله 13 سنه. كان عندنا الحمد لله نتائج كويسه جدا. يعني كان عندنا في مرحله 12 سنه هايدي محققه ميداليتين فردي. كان عندنا في 2006 تتابع الولاد الحره وتتابع المونو. كان عندنا البنات مركز رابع ورابع ومركز سادس. كان عندنا سباح عماد هشام 4 ميداليات ذهب الحمد لله، منهم رقمين قياسيين باسمه تسجلوا باسمه. الحمد لله كان يعني في ارقام ما اتكسرتش من 2013. الحمد لله قدر ان هو يكسرها. الحمد لله جبنا مركز اول مرحله كلها مرحله 13 سنه، فاللهم لك الحمد. يعني الحمد لله. كابتن اسلام صيام، ابرز الانديه اللي كانت منافسه ليك ويا ترى كانت انديه ايه؟ طبعا في انديه وادي دجله، انديه الصيد بكل، في صيد القاهره، في صيد القطاميه، في صيد 6 اكتوبر. هم بيبقى ليهم كذا فرع. ده انتوا داخلين مع انديه امكانياتها عاليه قوي يعني. اكيد طبعا. نادي سموحه، نادي هيئه قناه السويس، اسماعيليانه، دولت ابرز الانديه اللي دايما هم المنافسين لينا في البطوله. بس احنا الحمد لله يعني احنا الاول كنا بعيد شويه زي ما كابتن عبد الله قال، بس شويه بشويه ابتدينا نخش في الموضوع، ابتدينا ننافس وابتدينا ناخد مراكز عليها، مع ان هم امكانياتهم غير امكانياتنا. يعني هم عندهم امكانيات يمكن اكتر شويه. امكانياتهم اكتر كتير. بقى الامكانيات الحمد لله. وصلنا لحاجه كويسه. وادي دجله والصيد، وانت بتتكلم عن اسماء كبيره طبعا من زمان وليهم اسم من زمان. اكيد احنا لسه بقى لنا 2 3 بس. بس الحمد لله. الحمد لله. هبدا بقى بابطالنا، مش هقول الصغيرين، ابطالنا الكبار. احمد وائل، احمد جبت ميداليات ايه في البطوله الاخيره دي؟ المنطقه المنطقه جبت بطوله الجمهوريه اللي كانت في الجمهوريه. جبنا تتابع تاني وتتابع تالت. ودخلت الحمد لله من 10 الاوائل في السباقات اللي نزلتها. وفي المنطقه علقت تالت 50 مونو، وتالت 100 حره، وتالت 200 حره، وتتابعين. يعني انت سنه كام يا احمد؟ اولى اعدادي. اولى اعدادي. بدات السباحه بقالك قد ايه تقريبا؟ 3 سنين، 2 ونص. 3 سنين. تخيلت انك هتجيب يعني ميداليات ونتائج كويسه كده في وقت قصير؟ لا، ما كنتش متخيل. البركه بقى طبعا في الكباتن. احمد تامر، احمد قول لي الميداليات اللي انا شايفك حاطط يجي 20 ميداليه زيك زي زمايلك يعني. قول لي جبت كام ميداليه في البطوله الاخيره؟ دي ميداليات البطوله الاخيره في المنطقه. جبت تاني 100 حره، وتاني 50 حره، تاني 200 حره. دي بطوله المنطقه. وتاني تتابع حر. بطولة المنطقة اللي كانت هنا في اسماعيلية. في اسماعيلية. في بطولة الجمهورية بقى اللي كانت في استاد القاهرة. الحمد لله في كذا سباق طالع من اول 10، بس يعني شوية شوية يعني هقدر اجيب في الجمهورية ان شاء الله. انت برضو بدأت من قد ايه، من كام سنة؟ بدأت زي عارف من 3 سنين برضو. 3 سنين يعني كلكم بدأتوا تقريبا مع بداية النادي يعني. نادي التمساح. طيب عماد هشام برضو قول لي ايه الميداليات اللي انت جايبها؟ الحمد لله يعني البطوله اللي فاتت عندي رقمين قياسيين، جبت 4 ذهب، 4 ميداليات ذهب، 3 فضه و1 برونز. بطوله الجمهوريه ولا المنطقه بتتكلم عليها؟ الجمهوريه. ما شاء الله. مين اللي كان قدامك؟ انديه ايه ولا انت ما بتركزش في اسماء؟ انا كان قدامي هيئه قناه السويس بتاعه بورسعيد ونادي الصيد يعني، والاسماعيلي. الناس فيهم يعني بينافسوني، ناس سداد يعني.
انت قلت لي سنه كام؟ اولى اعدادي. كنت بتلعب قبل كده في انديه تانية؟ لا، بدات مع نادي التمساح. بدات مع نادي التمساح، وقبلها كنت بتمرن في الهيئه مع كابتن عبد الله. يعني هو يعني لما مشي راح التمساح رحت معاه يعني. طيب يعني ليه اخترت السباحه او النوع ده من السباحه؟ ما اعرفش، ارتحت فيه. طيب يوسف، قول لي بقى انت الميداليات اللي خدتها. البطوله اللي فاتت في بطوله المنطقه جبت ميداليه 3 برونز وميداليتين تتابع فضه. وفي بطوله الجمهوريه الحمد لله يعني حققت مراكز كويسه في المراكز يعني المتقدمه في القدام. جميل جدا. انت ليك حد في الاسره برضو بيلعب سباحه؟ بنت خالي من طلاب محمد عزمي في القصيره، وبرضو محققه يعني مراكز وكده. وبرضو اخوها عمر برضو هكذا. هي بقى اللي شجعتك لما شفتها بتجيب ميداليات وبتجيب بطولات، حبيت تبقى زيها يعني. كويس ان يكون في قدوه في العيله يعني. اروى ايه ده، انت لميتي ميداليات البطوله كلها وجيتي. قولي لي خدتي ميداليات ايه؟ جبت في المنطقه ميداليتين فضه فردي، وجبت واحده برونز برضو فردي، وجبت 2 تتابع منطقه، واحدة فردي واحدة برونز، و2 عمومي، كنت داخلة في تتابع عمومي. وفي الجمهورية بقى ما جبتش، جبت مراكز أعلى شوية. إن شاء الله تجيبي يعني بعد كده بقى بطولة العالم، تدخلي على بطولة العالم على طول. إن شاء الله. بإذن الله. برضو ليه السباحة وليه الزعانف على وجه التحديد؟ حبيتها وانا دخلت لعبة تانية، دخلت الطايرة بس سبتها ورجعت السباحة تاني ما كملت الشهر يعني اللعبة دي كنت بادئة من 3 سنين. طيب هنا سنة كام يا هنا؟ اولى اعدادي. اولى اعدادي. برضه الميداليات اللي خدتيها في المنطقة جبت 2 برونز، واحدة 2 برونز فردي وواحدة دهب فردي، وجبت في تتابع. وفي الجمهورية جبت حاجة؟ جبت رابع، 2 رابع وواحدة سادس. طيب كويس أوي. حد في العيلة سباح برضه؟ اختي الصغيرة. اختك الصغيرة؟ طيب كويس. جميل جدا. انت واضح انكم عيلة رياضية. هايدي برضه قولي لي على ميدالياتك. انت سنة كام الأول؟ اولى اعدادي. اولى اعدادي. طيب ميدالياتك اللي خدتيها ايه؟ في بطولة المنطقة جبت 4 ذهب والتتابع حرة ذهب. طيب جميل جدا. السباحة مين اللي اختارها لك ولا انت اللي اخترتيها؟ انا اخترتها. في حد في العيلة برضو متميز في السباحة، في لعبة السباحة؟ لا، انت اول حد طلع في اللعبة دي. طيب الف مبروك ليكم جميعا. نتمنى يا رب كده تبقوا في بطولات اكتر. في تقرير معانا برضو عن هذا الفريق، فريق التمساح وما حققوا. نخرج ونشوف مع بعض هذا التقرير للزميلة منال الجعلي وإخراج الزميلة سعاد غزالي. كريم صلاح، مدرب في نادي التمساح، وحاليا بندرب مرحلة 2008. بالنسبة لمرحلة 2008 لسه طالع راجع من بطولة جمهورية، فاحنا بنضطر ان احنا نرجعهم نشتغل معاهم فترة اعداد تاني. اوقات التكنيك بيهرب منهم، اوقات ان احنا عايزين نخفف الاحمال شوية من عليهم. وده شكل التمرين دلوقتي اللي احنا هنعمله النهارده. هيشتغلوا معايا دلوقتي 200 حرة. انا هعرف حضراتكم دلوقتي هيشتغلوا ازاي. بص يا بابا، هنشتغل دلوقتي 200 حرة تكنيك. عايز اتفرج على التكنيك اللي هنشتغله دلوقتي، اتفرج على عيني الاثنين وهي باصه على الارض، اتفرج على شدة الميه، اتفرج على رجليها الاثنين وهي بتدوس على الفنس. اي طول بترن. نعمل اندر الاول. جاهزين؟ استعد. هوب.
دلوقتي بيطلعوا هم اول حاجه بيعملوا ترن اندر الاول، وبعد الاندر بيطلعوا بعد مسافه 15 متر، بيطلعوا بعد كده بيكملوا العومه بتاعتهم عادي جدا اللي هي الحره تكنيك. مرحله الحره التكنيك دي مهاره بيبقى الدراعين مع بعض، اهم حاجه بيشد اللاعب فيها الميه وبيوصل دراعاته الاثنين لبعض، بحيث على قد ما اقدر ان انا اوصل للتكنيك اللي انا محتاجه من اللعيبه عندي، واثبت التكنيك بتاعي بعد مرحله البطوله اللي هي لسه راجعين منها ان شاء الله. والولاد دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين بيطلعوا بيقلبوا ترن، وبيطلعوا من الطول من عندهم من هنا، وبعد كده بيعملوا اندر، وبعد كده بيروحوا هناك يقلبوا ترن ويرجعوا تاني. بيطلع الاول، وعندي دلوقتي هم شغالين بنظام السيركل ده بيطلعوا فيه لما بيبقى عندي اكبر عدد في الحارات، بيبقى عندي ولد او بيبقى عندي 4 أو 5 أو 6، فبضطر ارجع للسيركل بحيث الولاد على قد ما يقدروا ما يخشوش في بعض وما يخبطوش في بعض، ويبقى في سنه نظام شويه في الحارات عشان ما يخبطوش في بعض يعني. وزي ما حضراتكم شايفين اهي المجموعه اللي بعدها جت وطلعت. خلاص هوب هوب. ودي مرحله 2008 نادي التمساح، والمرحله دي ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه هيبقى عندها بطوله بحر، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نشتغل معاهم تكنيك الاول، وبعد كده نشتغل معاهم الاحمال والوحده التدريبيه اللي بتتحط عشان يواجبوا ويقدروا بعد كده ان شاء الله يعملوا الدور المطلوب منهم ويكملوه على اكمل وجه في البطوله الجايه ان شاء الله. اسمي اروى، عندي 12 سنه، دخلت بطولات منطقه كتير وجبت فيها مراكز حلوه، في بطولات جبت فيها تاني وفي بطولات جبت فيها تالت، وان شاء الله يعني اجيب مراكز احسن. ماما وبابا هم اللي بيشجعوني في البيت، وانا شايفه ان السباحه يعني هي يعني حاجه بحبها جدا ومش عايزه ابطلها يعني، لان هي حاجه حسيت بيها ان انا فرحانه وبتفرحني ومش بتلهيني عن حاجه، لو انا عايزاها بنظم وقتي وكده. بس اسمي يمنى، عندي 13 سنه. دي اول بطوله جمهوريه ليا، دخلت بطولتين المنطقه وحققت بطوله الجمهوريه رقم التتابع. لا بحب السباحه جدا، وبابا وماما على طول بيشجعوني، وكابتن عبد الله على طول بيشجعنا برضو، ومش عايزه ابطلها. اسمي جنة، عندي 13 سنة. دخلت بطولة منطقة، بطولتين منطقة وبطولة جمهورية. دايما لما بدخل بجمهورية بحط في دماغي ان احط رقم واكسره. والسباحة حاجة بالنسبة لي حاجة حلوة، ودايما بفرح لما بتدرب وبكسر ارقامي، بيبقى لها طعم حلو. انا اسمي جمانة، عندي 13 سنة، دخلت بطولتين منطقة وبطولة جمهورية. دايما بيبقى هدفي في البطولات لا اكسر رقمي، والحمد لله يعني بحب السباحة، احسن رياضة مش عايزة اسيبها خالص، ومبسوطه مع كابتن عبد الله بصراحه لا عادي ما بتعطلنيش عن المذاكره خالص، بجيب درجات حلوه ما شاء الله وبطلع من الاوائل على الفصل. اسمي سماء محمد، عندي 12 سنه، بقالي 2 سنين بتدرب سباحه. دخلت بطولتين منطقه، حسنت الحمد لله رقمي في تاني بطوله. كابتن عبد الله بيدينا تشجيع كبير جدا. السباحه ما بتعطلنيش عن دراستي، بعرف انظم وقتي ما بين السباحه وما بين دراستي. كابتن عبد الله، عايزك تكلمني عن حجم الممارسه والمشاركه في نادي التمساح بالنسبه للسباحه. الحمد لله احنا زي ما قلت لحضرتك احنا بدأنا لسه بادئين، يعني تاريخ نادي التمساح في السباحه والزعانف مش زي انديه كتير. 3 سنين زي ما انت قلت. 3 سنين الحمد لله. والحمد لله يعني من بدايه تسجيلنا الحمد لله ربنا كرمنا كمجلس اداره منطقه سواء السابق او الحالي، دعموا النادي جدا كنادي لسه ناشئ، كنادي مبتدئ. عندنا رئيس مجلس اداره نادي التمساح الباشمهندس عادل سليمان، الحمد لله مدعمكم برضه، واقف جنبنا جدا ومدعمنا. كان سافر معانا بطولات اسكندريه، سافر معانا بطولات القاهره، فدي حاجه كويسه جدا الحمد لله. برضو كان رئيس مجلس اداره الاتحاد العربي والمصري للغوص والانقاذ كابتن سامح الشاذلي، ان هو يحضر لنا حفله ختام الانشطه السنه اللي فاتت، نهايه السنه اللي فاتت، يبقى موجود معانا في اسماعيليه في وسط الولاد ويكرمهم. دي كانت دفعه كويسه لينا جدا ان احنا نكمل
الخطه اللي احنا ماشيين بيها الحمد لله احنا ماشيين بخطه ثابته وكويسه جدا، لحد ما الحمد لله بقى عندنا ابطال. الاول كان على مستوى المنطقه، حاليا على مستوى الجمهوريه، فاللهم لك الحمد. كابتن اسلام، في حصر كده بالاعداد اللي بتمارس عندكم في النادي؟ في يعتبر 100 لاعب من مراحل 2003 مختلفه، 2003 2004 2005 2006 2007. دي مواليد انت بتتكلم عن مواليد 2003 2010. من اول 2003 لغايه 2010. دي المراحل اللي احنا بنلعب فيها. يعني انتوا بتبداوا تقريبا من 6-7 سنين ولا؟ من يعتبر هو الصح ان احنا بنبتدي من 7-8 سنين دلوقتي. الزعانف بالذات ان هي محتاجه برضو جسمانيا يبقى الطفل عنده قوه وقدره ان هو يشتغل يعني يلعب زعانف، يعني هي محتاجه شويه ولد يبقى ماسك نفسه. يعني الزعانف اصعب شويه من السباحه القصيره العاديه؟ لا هي مش اصعب، هي يعني زي هو مفيش مقارنه بينهم. يعني دي محتاجه متطلبات مثلا لطفل معين ودي محتاجه طفل معين. يعني ده مثلا ممكن ولد كده ينفع يلعب قصيره، هو جسمانيا يقدر يلعب قصيره. انتوا اللي بتكتشفوا ده ولا طبعا الولد بقى اللي بيختار؟ لا بيبقى فيه زي تيست كده، الولد بينزل يعوم، بيفضل فتره يلعب قصيره، مشي فيها تمام، ما مشيش فيها بيلعب زعانف، لان هو كده يعني زي ما تقول هو جسمانيا هو مش قادر يلعب زعانف. تمام. كابتن عبد الله توضح لي بقى الاختلافات بقى، يعني امتى تختار الولد او البنت ده للسباحه القصيره وامتى تختاره للزعانف؟ هو بدايه بيبقى السن ليه عامل في اختيار السن ليه عامل. السباحه القصيره بيبقى السن فيها بيبقى من بدري شويه، يعني حاليا دلوقتي 4-5 يعني حاليا دلوقتي بتعمل سباقات لمواليد 2012، يعني ولد عنده 6 سنين او 7 سنين سباقات، يعني المفروض انه من سنتين بينزل بطولات براعم. فاستحاله ان انا اجيب ولد زي دوت البسه فنس او البسه مون وينزل يعوم بيها. ده مش صح، يعني اتظبط على السباحه العاديه، يلعب من غير تولز، من غير ادوات خالص، اي ادوات. تمام. لما بيبتدي بقى يكبر يبقى عنده 9 سنين 10 سنين بيبدا يلبس الفنس اللي هي الزعانف اللي هي المزدوجه دي. بيبدا يعوم سباقات المزدوجه اللي هي الحره بس بالزعانف. لما بيكبر شويه بيدخل مرحله 11 سنه او من بدايه من اخر سنه، من اخر 10 سنين بيبدا يلبس المونو وينزل يشارك في سباقات المونو. تمام. فهي بس الادوات دي بتبقى صعبه ان ولد في السن الصغير يستخدمها. احمد وائل، هل لعبت السباحه العاديه القصيره ولا دخلت انت على الزعانف على طول؟ لا لعبتها 4 شهور كده. 4 شهور؟ والمدرب اللي طلب منك تشتغل زعانف ولا ايه؟ لا انا سافرت، لما رجعت تاني كان جسمي يعني مش نافع قصيره فاتنقلت زعانف. طيب برضو عايزك تكلمني عن سباحه الزعانف. بتحس انك متكتف شويه فيها ولا؟ لا عادي، تعود بس. تعود مش اكتر يعني. احمد تامر، الادوات اسمع انها غاليه جدا يعني. تمام. والله هو كل واحد بيبقى عنده هدف. انتوا اللي بتجيبوا الادوات؟ اكيد اهالينا اهاليكوا يعني. ما انا عارف مش انتوا. مش النادي اللي بيديها لكم يعني؟ لا اهالينا. اهاليكوا. طيب كلمني بقى، اول بطوله دخلتها كان في خوف، في رهبه انك داخل بطوله وكده؟ اكيد طبعا، يعني ده طبيعي لان اول تجربه. فاكيد اي حد مهما كان هيخاف. بس يعني هو هدف بتحطه واكيد هتحققه في يوم من الايام يعني. تمام. عماد هشام، سمعت انك خدت كاس احسن سباح تقريبا؟ الحمد لله. تمام. كلمني بقى، الكاس ده خدته بقى بناء على ايه؟ اكتر واحد يجيب نقط يعني على حسب كل سباق بتاخد نقط معينه ولا ايه؟ لا على كل ميداليه. مثلا الرقم القياسي 50 نقطه، والميداليه الذهب 50 نقطه، والميداليه قلت لي واخد 4 ذهب تقريبا؟ 4 ذهب. والميداليه الفضه حاجه و40 هي والبرونز. انه كاس بقى احسن سباح؟ ثالث واحد من حياتي. ثالث واحد من هنا. الكاس اللي هو الصغير الفضي اللي قدامنا ده، مظبوط؟ ده كاس احسن لاعب. خدته على نقول على اللاعبين كلهم يعني بالانديه المختلفه. الحمد لله. تمام. يوسف شعبان، مين من السباحين كده يلفت نظرك؟ أو قبل يعني ما اقول السؤال ده هرجع للكابتن عبد الله تاني. الكاس الكبير ده كاس ايه بقى؟ كاس البطوله كلها؟
ده الحمد لله كاس مرحله 2006 مركز اول. ده المركز الاول. ده المركز دي اعلى حاجه خدتوه الحمد لله، اللي هو المركز الحمد لله. كان بدايتنا في ان احنا نحقق كاس في بطولات الجمهوريه. كان السنه اللي فاتت في بطوله الطويله، بطوله المسافات الطويله. الحمد لله قدرنا نحقق كاس مركز ثالث مرحله 2006 وكاس مركز ثالث مرحله 2007 او مرحله 12 سنه ومرحله 11 سنه السنه اللي فاتت. الحمد لله السنه دي والسنه اللي فاتت برضو في المسافات قصيره حققنا كاس مركز ثالث مرحله 12 سنه. السنه دي الحمد لله قدرنا ناخد اول. طيب هرجع ليوسف بقى، معلش تاني قطعتك يا يوسف. لا مفيش حاجه. مين القدوه بتاعتك، القدوه اللي قدامك بقى من السباحين، لو انت متابع بقى السباحين العالميين او كده؟ هو في بطولة العالم لسه مفيش سباحة بالزعانف كويس، هي دلوقتي القصيرة. اما انا حاطط قدامي رتم ان انا اوصل لحاجة وبسعى يعني ان انا اوصل لها. طيب برضو ما جاوبتنيش، مين القدوة ولا مش متابع قوي؟ لا مفيش. مش متابع. طيب برضو اروى، لعبتي مسافات طويلة ولا قصيرة فقط يعني؟ لا لعبت مسافات طويلة. الاسهل ايه، الحمامات السباحة ولا الاماكن المفتوحة البحار؟ لا هي الطويلة بتبقى اسهل لحاجة واحدة، ان انت مثلا بتعرفي تمسكي السباق، يعني اخده راحة يعني في السباق، تقدري تسرعي في وقت، تقللي في وقت كده. لكن المسافات القصيرة بتبقى هي مسافات قصيرة تحسب بالثانية، محدودة قوي يعني. بتبقى ما فيهاش مجال للخطأ يعني. بتبقى وقتها قصير جدا، فمحتاجة ان انت تعوم فيها كلها سرعة، فكده يعني. بس هنا برضو بتدربي مسافات طويلة؟ فين المكان اللي بتتدربوا فيه؟ في حته التمساح برضو؟ لا في نادي الشبان. معرض التمساح. في حته التمساح برضو. طيب دخلتي سباقات في الاماكن المفتوحه مثلا ولا قصيره فقط؟ لا دخلت. برضو كان فين المكان اللي دخلتوا فيه السباق؟ اسكندريه. صعبه السباحه في البحار او كده ولا حمامات السباحه افضل؟ يعني هو اتنين شبه بعض يعني. الاثنين شبه بعض. نفس السؤال ليك يا هايدي، اشتركتي في المسافات الطويله في المياه المفتوحه. تمام. الاسهل ليكي ايه، او انت بتفضلي ايه، اي نوع من انواع السباقات؟ انا بفضل الاثنين مش فارقه معاك. طيب هرجع تاني للكابتن اسلام. الولاد برضو فيهم بيتقبل الاماكن مفتوحه وفيهم يتقبل حمامات السباحه، ولا لازم يتدرب على الاثنين؟ لا هو لازم يتدرب على الاثنين، ده اساسي. بس هو الفكره كلها في ولد هو معمول يعني، هو ما شاء الله امكانياته ان هو سباح سبرينتر او مسافات قصيره، وفي سباح تاني يعرف يدي في المسافات الطويله. هي بتبقى ما فيش اتنين زي بعض يعني، ده ليه تخصص ده ليه تخصص، بس هو لازم يعوم السباحتين، لازم يعوم مسافات قصيره ولازم يعوم مسافات طويله. يعني المسافات الطويله برضو مفيده ليه، مفيده للتدريب اللي احنا بنمرنه في المسافات القصيره. بس هي طبعا يعني سباح عن سباح بيفرق، في سباح بيدي مسافات طويله وفي سباح بيدي مسافات قصيره. كابتن عبد الله، ممكن اقول ايهما اسهل وايهما اصعب ولا حسب اختلافات شخصيه بين السباح والتاني؟ الفكره احنا يعني 11 و12 و13 سنه بنبدا السباح بيعوم قصيره وبيعوم طويله، بيعوم مسافات قصيره وبيعوم مسافات طويله، وبعدها بيتحدد هو اتجاهه ايه. يعني في سباح تلاقيه مميز جدا في المسافات الطويله، السباح هو مميز في المسافات الطويله. تمام. فبتبدا تشتغل معاه في ده، تخصص معاه في ده. وسباح تاني تلاقيه في المسافات القصيره مش بعيد في الطويل، فتبدا تركز معاه في ده. الصور دي بقى تقولوا لي عليها صور ايه؟ فين؟ دي صور اللعيبه بتاعتنا في بطوله المنطقه الاخيره اللي هي كانت في اسماعيليه في حمام سباحه هي قناه السويس. تمام. دي كانت الحفله اللي عملناها، حفله التكريم اللي كان فيها رئيس الاتحاد العربي المصري كابتن سامح الشاذلي، واعضاء مجلس اداره منطقه اسماعيليه للغوص والانقاذ، والباشمهندس عادل سليمان رئيس مجلس اداره. دي صور الاولاد، دي الكؤوس اللي احنا حققناها على مدار ال3 سنين اللي فاتوا. يعني طبعا تاريخ رغم انه قصير لكن تاريخ مشرف يعني. الحمد لله. الحمد لله. احنا يعني يمكن في صور كتير هنبدأ نستعرضها، لكن اعتقد ان معانا تقرير اخر عن هذا الفريق، فريق نادي التمساح للسباحة بالزعانف مسافات قصيرة. نشوف هذا التقرير ثم نعود إليكم مرة أخرى.
اسمي رجعين اسلام، مواليد 2008، عندي 11 سنة وفي سنة 6. واللي بيدربني كابتن عبد الله وكابتن اسلام وكابتن كريم. متعة. بحب الرياضة لدرجة ان انا بحسها ان هي حاجة انا بحبها، جزء من حياتي. ايوه. اسمي لك الصراح، مواليد 2008. الكابتن اللي بيدربوني كابتن اسلام وكابتن عبد الله وكابتن كريم. طلعت كذا بطولة منطقة وكلهم كنت بطلع فيهم التتابع، وطلعت بطولة جمهورية واحدة وما طلعتش فيها التتابع وشكرا. اسمي تولين، عندي 10 سنين ونص، بلعب سباحة بقالي سنة ونص. دخلت 6 بطولات وجبت 3 ميداليات. اسمي منى، عندي 10 سنين، بقالي 2.5 سنين بلعب سباحة، ودخلت 7 أو 8 بطولات، ومعايا 13 ميدالية. وكابتن عبد الله عبد الجليل هو اللي بيدربني، وكابتن اسلام. انا اولا اسمي لوجي رمزي، وبقالي 2 سنين بلعب سباحة، ودخلت 4 بطولات، كل اصحابي وماما وبابا والكباتن. ايه؟ الدراسة مع التمرين وكل حاجة. اسمك ايه؟ اسمي محمد صحفي. 11 سنة. 6 سنين. ايه؟ لا بس يعني عشان لسه ناقل السنة في الايام دي. بتمثل حاجات كتير، يعني بتعلمني اللي هو يعني مش ابقى اناني وحاجات كده، اكون مهتم بصحابي. اسمي هنا، عندي 10 سنين، بقالي 1.5 سنة بتدرب سباحة، وعندي 11 ميدالية، وكابتن عبد الله وكابتن اسلام هما اللي كانوا بيدربوني. اسمي عبد الحكيم محمد حسن، وفي 2008 وبتمرن بقالي 2 سنين، وفي سنة 4، وكابتن اسلام وكابتن كريم وكابتن عبد كانوا بيمرنوني. اسمي فارس محمد، عندي 10 سنين، كابتن اسلام وكابتن عبد الله وكابتن كريم اللي بيدربوني، وخدت 2 بطولتين وخدت فيها ميدالية فضة. اسمي علي سعيد، كابتن، عندي 10 سنين، كابتن بتاعي كابتن كريم، كابتن عبد الله وكابتن اسلام. دخلت بطولات جمهورية، بطولات منطقة، دخلت بطولة اسكندرية، ودخلت بطولة المنطقة في الهيئة، وبطولة جمهورية في القاهرة. اسمي احمد شادي، وعندي 10 سنين، كابتن اسلام وكابتن كريم وكابتن عبد الله هما كانوا بيدربوني. طلعت بطولات منطقه وبطوله جمهوريه، منهم 3 بطولات منطقه، واحده طلعت تتابع وخدت ميداليه، وبطوله جمهوريه كانت في القاهره برضو، بس خدت شويه حاجه يعني، واحنا مجموعتنا 2008. اسمي مريم محمد، مواليد 2008، عندي 11 سنة. الكباتن اللي بيدربوني كابتن اسلام وكابتن كريم وكابتن عبد الله. قبل كده دخلت بطولات، ودخلت جمهورية القاهرة و2 منطقة، وكان لينا ميدالية بس اخدنا ديكيوم في بطولة المنطقة. أعزائي المشاهدين، بنواصل لقاءاتنا مع الأبطال اللي جابوا ميداليات وشرفوا النادي وشرفوا المنطقة في البطولة الأخيرة. هايدي، بتدربوا كم مرة في الأسبوع تقريبا؟ أنا بتمرن 6 أيام. 6 أيام؟ يوميا تقريبا في تدريب، ما عدا يوم الجمعة. ما عدا الجمعة. طب ده بيأثر على الدراسة، على المذاكرة؟ لا، ما بيأثرش. ما بيأثرش. ما حدش في الأسرة بيقول لك لا سيبيكي بقى من السباحة وذاكري؟ لا خالص. لا نفس السؤال ليك يا هنا. التدريبات هل ليها تأثيرات على الدراسة؟ الحمد لله. طب التدريبات صيف شتاء؟ صعبة، بتبقى صعبة شوية في الشتاء ولا ايه؟ لا اتعودنا. اتعودتوا على كده. أروى،
مين في البيت اللي بيقول لك اتدربي وعايزينك تبقي بطله، ومين اللي بيقول لك لا اقعدي وخليكي مع الدروس والمذاكره وبس؟ لا هو بصراحه محدش بيقول لي اقعدي خالص. هو ماما وبابا بيشجعوني دايما. عايزينك تبقي بطله في السباحه ان شاء الله. وانت ان شاء الله مركزه انك تبقي بطله السباحه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طيب يوسف، برضو باجي لك مرة تانية، التدريب بيبقى مشكلة مع الدراسة ولا ايه؟ لا انا شايف يعني ان التمرين في الدراسة بيدي يعني نشاط اكتر، ان انا يعني استوعب معلومات، بالذات لما كنا بتفتح مخك اكتر. بالذات لما كنا بنروح المدرسة، كنت لما ببقى تمرين فجر كنت بروح التمرين الفجر وكنت بطلع على المدرسة يعني ببقى حيوي اكتر يعني ومش عايزه انام وكده. هو بحتاج ان انا انام بدري بس بتديني نشاط، يعني انا شايف ان هي كده. مش بيتعبك لانك بيبقى بعديها في يوم دراسي ولا ايه؟ لا عادي يعني، بس بتفوق اكتر لما تنزل. لا انا شايف كده بتفوق اكتر. هو فعلا في دراسه بتقول ان ممارسه الرياضه بتفتح خلايا المخ وبتخلي الانسان انشط ذهنيا. تمام. عماد، قول لي ما فيش اي تعارض في البيت؟ حد يقول لك اقعد سيبك من السباحه، ولا هم لما لقوك بتحقق قالوا لك كمل؟ لما قالوا لي حقق قالوا لي كمل يعني. طيب كويس جدا. ما لعبتش رياضه تانية غير السباحه؟ لا ما لعبتش. في ناس تقول لك كره القدم والابطال والاسماء الرنانه والكلام ده. انت ما فكرتش تلعب كره قدم؟ لا. طب كويس انك حققت ذاتك طبعا في رياضه زي السباحه. احمد تامر، برضو ما لعبتش اي رياضه تانية؟ لعبت كوره بس ما حبيتهاش يعني. ما حبيتهاش؟ ما بحبش الكوره. وبطلت كوره يعني، استمريت في السباحه؟ بس يعني بروح العب مع اصحابي بس بعد حاجات خفيفه كده يعني. بتمشي. بتمشي رجلك. طيب احمد وائل نفس الكلام، لعبت اي رياضه تانية؟ لا ما لعبتش رياضه تانية. ناوي تستمر ان شاء الله لغايه لما تبقى بطل كبير ان شاء الله. طيب برضو هرجع للكابتن عبد الله. التدريب في تسخين في حمام السباحه؟ تمام طبعا. صيف شتاء؟ لا في الشتاء يعني التدريب في الشتاء بيبقى فيه تدفئه، الصيف بيبقى درجه حراره الميه طبيعيه يعني عادي. التدريب شغال صيف شتاء ما فيش توقف. بس بتبقى في مدرسه لتعليم السباحه ومنها بتنتقل الولاد المتميزين ينضموا الفريق؟ طبعا بيبقى في اول مرحله اللي هي مدرسه السباحه. ومدرسه السباحه نفسها بيبقى جواها مراحل، سواء بيجنر سواء بعد كده بيبدا مرحله ضربات رجلين، بعدها يعني مدرسه السباحه نفسها ليها مراحل. بعد كده في مرحله البراعم اللي هي تجهيز الفرق. ببدا اجهز السباح ان هو يبقى داخل الفرقه يعني. سباحه عاديه؟ سباحه عاديه مش دعانه؟ سباحه عاديه. بيتعلم حره وباك وبريست ودولفين، بيتعلم كل حاجه. بعد كده بيبتدي يتنقل للتجهيزي بقى الزعانف مثلا او تجهيز القصيره على حسب. انما انت متخصص يا كابتن زعانف ولا؟ انا متخصص زعانف. متخصص في الزعانف؟ متخصص في الزعانف. طيب برضو انا هتكلم مع الكابتن اسلام عن القواعد بتاعه سباحه الزعانف، مختلفه عن السباحه العاديه القصيره. السباحه القصيره 4 عومات. اللي هو دولفين بريست باك حره. احنا عندنا في الزعانف حره ومونو بس، يعني عومه اسمها الحره دي من القصيره برضو، هي نفس الشكل بس هم بيبقوا لابسين سنوركل. وفي المونو ده سباحه الدولفين، يعني اللي هو وسط الدولفين بس. يعني دي 4 اشكال، دي شكلين. الزعانف بتبقى زعنفه واحده ولا؟ لا زعانف مزدوجه وفي زعنفه واحده مونو او بيبقى زعنفه على شكل مثلث كده. طيب احنا هناخد في تقرير، نخرج مره تانية هنشوف مع بعض هذا التقرير مع الفريق ونشوف اولياء الامور ونرجع مره تانية لضيوفنا. محمد والد السباح فارس. فارس بيلعب بقاله بتاع 7 سنين، هو دلوقتي عنده 11 سنة. من صغره هو بيحب السباحة، وهنا مجهود الكباتن والحمد لله، وهو بيحب السباحة وتدريب الكباتن وتعبهم، والحمد لله يعني أحسن من أي حاجة دلوقتي. محمد فؤاد ولي أمر السباحة منا، بقى لها 2 سنين بتلعب في الأكاديمية هنا، والحمد لله يعني حققت مراكز كويسة، وإن شاء الله اللي جاي يعني معاها يعني بإذن الله يعني
وطبعا الكلام ده كله تحت إدارة كباتن وإدارة قوية جدا، واحنا بنشجعهم وبنتمنى يعني أولياء الأمور يبقوا كلهم يعني يشجعوا أولادهم على الرياضة، والرياضة دي حاجة كويسة جدا وبتنمي العقل والجسم طبعا. رندا أحمد، بنتي هنا بتتدرب سباحة سماء في مرحلة 2007. بصراحة الرياضة حاجة مهمة جدا في حياة البنات والولاد يعني عامة، وهي الحمد لله بتقدر تظبط ما بين الدراسة وما بين الرياضة، والحمد لله متفوقة دراسيا، والحمد لله متفوقة برضو في السباحة، وهي بتحب الرياضة جدا. طبعا الرياضة مهمة جدا ان اي اب واي ام ان هم يشجعوا اولادهم على ممارسة اي رياضة، ومش شرط طبعا السباحة يعني، بس احنا بالنسبة لنا هو العيال عندنا مرتبطين بالسباحة جدا، وبالذات ان هنا الكباتن ما شاء الله عليهم يعني، كابتن عبد الله، كابتن كريم اللي هو الكباتن بتوع سماء يعني، والكباتن كلهم صراحة في نادي التمساح ما شاء الله عليهم، ربنا يبارك لهم يعني، بيعاملوا الاولاد بطريقة يعني كويسة جدا وكأنهم ولادهم بالظبط، وفي اي بطولة طبعا بيبقوا واقفين معاهم وبيدعموهم، وربنا يوفقهم يا رب دايما كلهم للخير ان شاء الله يعني، ويوفق كل اولادنا يا رب. نشوى السيد، انا والده جنة ايهاب، بتتمرن هنا في نادي التمساح. بصراحه رياضه السباحه دي رياضه جميله جدا، في روح فريق، يعني كل ما بتبقى متضايقه او حاجه تقول انا عايزه اروح التمرين، بنوفق الحمد لله بين التمرين والدراسه، مفيش اي مشكله، دخلنا كذا بطوله معاهم. الرياضه دي شيء مهم جدا، انا شايفه ان مفيش اي حد او اي ام واب لازم يوجهوا ولادهم انهم يمارسوا رياضه، مش سباحه بس، اي رياضه، وكل ام واب يشوفوا ابنهم موهوب في ايه ويحاولوا يدخلوه في الرياضه اللي هم يحبوها، ما يضغطوش عليه في حاجه هو مش بيحبها. بصراحه انا احب اشكر نادي التمساح، واحب اشكر كابتن عبد الله وكابتن كريم وكابتن عمرو والاداري وكل الناس اللي موجوده هنا. الناس هنا روحهم حلوه جدا، خافوا على اولادنا، وربنا يوفقنا يا رب ويوفق. اسمي أمنية محمد سيد، أنا بنتي بتتعلم رياضة اسمها مايا محمد صلاح، بتحب السباحة جدا وبتعشق السباحة. اليوم اللي ما بيكونش فيها عندها سباحة بتزعل جدا، وبحب أنا أوديها في كل الأماكن، وهي بتتدرب تنس وسباحة. وهي لما مثلا تكون متضايقه زعلانه كده بقول لها يلا يا مايا تعالي نروح السباحه. هي بتحب السباحه وبتحب الكباتن جدا، كابتن كريم وكابتن عمرو وكابتن سيد، صراحه عاملين شايق جدا معاهم، والموضوع جميل جدا معاهم، والتمرينات حلوه جدا. كابتن عبد الله، لو سألتك عن اللعبة دي، اللعبة دي مش أولمبية طبعا. ان شاء الله بنأمل ان هي الأولمبياد، يعني الأولمبياد الجاية ان شاء الله تبقى قريب موجودة أولمبياد، بس هي ليها بطولات عالم بتقام. والحمد لله عندنا السنة دي بطولة عالم ناشئين هتبقى موجودة في مصر في شرم الشيخ. فالحمد لله ده حدث كويس جدا وإنجاز كويس جدا، وهتبقى خبرة لكل السباحين بتوعنا اللي مشاركين والغير مشاركين. يعني الغير مشاركين كمان ان هو يروح يتفرج على ابطال العالم دول، حاجه كويسه جدا، وهتبقى خبره كويسه جدا ليهم يعني. كابتن اسلام، لسه مرحله بقى المنتخب والولاد اللي ينضموا للمنتخب لسه بدري الموضوع ده؟ لسه شويه يعني، بالنسبه للفريق عندنا كمان لسه شويه في الاعمار، ان احنا عندنا اعمار صغيره شويه على المنتخب. هو المنتخب من بعد 15 سنه. يعني انما منطقه اسماعيليه ومنطقه القناه في بعض اللاعبين، في ابطال في المنتخب. في علاء عبد العزيز موجود في نادي هيئه قناه السويس، ده موجود في المنتخب. في عمر شعبان في نادي الاسماعيلي موجود في المنتخب، بس دول بيلعبوا عمومي. عمومي ده اللي هو بعد 19 سنه. لكن احنا عندنا الولاد لسه مراحل صغيره، لسه المراحل بتاعتهم صغيره شويه. المفاهيم اختلفت يا كابتن عبد الله، اولياء الامور وذاكر يا ولد والدرس والكلام ده، مفيش رياضه. هل المفاهيم اختلفت لدى اولياء الامور؟ بشكل كبير اختلفت. يعني هو حاليا دلوقتي الرياضه بقت عامل مساعد للمذاكره. يعني نقدر نقول ان ممكن ولي الامر اللي هو يقول لابنه لا انت مش هتروح التمرين النهارده عشان انت ما ذاكرتش، يعاقبه ان هو مش هيروح التمرين. فبتبقى دي حاجه زي حافز او دافع ليه ان هو لا ذاكر وخلص اللي وراك وظبط، يعني نظم وقتك عشان خاطر ما ولي امرك ما يقولكش لا ما تروحش التمرين.
يعني حاول توازن بين ده وده عشان ولا تأثر في التمرين ولا تأثر في المذاكرة. تمام. فبقى دافع كويس للولاد الحمد لله يعني. تمام الحمد لله. كابتن اسلام برضو عايز اتكلم عن الرياضة، امتى نوصل لمرحلة العالمية ونشوف الولاد يعني في اللي بينضم للمنتخب، في اللي بيحقق بطولة عالم، في اللي جاب افريقيا، في يعني هل الثقافة لازم تتغير برضو في مفاهيم الأسرة ومفاهيم المجتمع نفسه؟ بص، هو أساس الرياضة ثقافة. يعني لو أولياء الأمور، لو مدربين، لو الولاد عندهم ثقافة رياضة احنا ممكن نوصل لكل حضرتك بتقوله ده. لكن من غير ثقافة رياضة يعني مازال في أسر هي كل دماغها مذاكرة ودرس وبس في أسر كتير كده. طبعا. هو كل دماغهم مذاكرة أهم من أي حاجة. يعني كل حاجة بتزق حاجة، يعني كل حاجة موجودة. أنا كويس في الرياضة هبقى كويس في تعليم. ده المفروض، يعني هي الرياضة أساس. يعني طفل من غير رياضة، لو دخلنا الرياضة كمادة هوايات مثلا زي الرسم مثلا، دي ممكن تنمي وتطلع لنا أبطال أكتر. طبعا. وفي كده يبقى يعني ثقافة الرياضة هتزيد. يعني هي أساس. أنا شايف إن هي أساس. أنا كنت بلعب سباحة وشايف إن هي أساس. حاجة فادتني في حاجات كتير. كابتن عبد الله، لو دي مادة زي الرسم، يعني ممكن واحد ما بيحبش الرسم بس هو بيمتحن فيها، لو سبناها مفتوحة، واحد بيختار الرسم وواحد بيختار الرياضة هو حاليا ده ممكن يبقى افضل. في بعض المدارس الخاصه اللي فيها فعلا حاجه زي كده، فيها ده اللي فيها فيها المنهج نفسه اللي بيتاخد في البي اي او في ماده التربيه الرياضيه. بيبقى فيه سباحه وبيبقى فيه هاند بول وبيبقى فيه فولي بول وبيبقى فيه باسكت، بيبقى فيه كذا رياضه يعني. احنا بنشكركم، وقتنا للاسف انتهى. نتمنى يا رب تجولنا كده بس في بطولات اكبر واكبر ان شاء الله. نشكر ابطالنا، مش هقول الصغيرين، ابطالنا الكبار، تجولنا في بطولات بقى افريقيه وبطولات عالم وخلافه. شكرا ليكم، الف مبروك. اعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا، بنشكركم وحتى نلقاكم في حلقات قادمه ورياضات جديده. لكم منا اجمل وارق التحيات.